بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج في الشبكه وتحليل مباراه الاهلي وبتفيست الجنوب افريقي في ذهاب دور 32 من دوري ابطال افريقيا واللي انتهت بفوز الاهلي بهدف نظيف 1-0. في مباراه الاهلي ما عملش اللي عليه بنسبه 100%، كان يقدر وكان مطلوب منه يحرز اهداف اكتر من كده. تشكيل الاهلي وطريقه اللعب 4-2-3-1. شريف اكرام في حراسه المرمى، محمد هاني باك يمين، سعد سمير واحمد حجازي اتنين قلب دفاع، باك شمال علي معلول، كان بيلعب بثنائيه في نص الملعب حسام غالي واحمد فتحي، وده ليهم كلام مهم جدا. بيلعب بعمرو جمال مهاجم وتحتيه ثلاثه مؤمن زكريا وعبد الله السعيد واجاييه. اما فريق بتفيست الجنوب افريقي فكان بيعتمد على طريقه 4-1-4-1، والطريقه دي اللي كان بينفذ فيها فكره في المباراه، فكره ان هو يدافع بجماعيه ويهاجم بجماعيه. يعني فريق بتفيست كان من خلال رباعي وتراجعهم مع الراجل في نص الملعب بيقدروا يقفلوا ويقابلوا الاهلي بكثافه في نص ملعب بتفيست، وده هنتكلم عنه. وفي نفس الوقت لما بيمسكوا الكوره يقدروا يطلعوا من خلال سرعتهم، من عندهم سرعات، والناس دي كلها بتحول للناحيه الهجوميه فيبداوا يعملوا هجمه منظمه، الا بس باستثناء مشكلتهم في الفينش على المرمى. واول حاجه في المباراه بدا يعاني منها فريق الاهلي قدام فريق بتفيست من اول دقيقه لغايه ما احرز الهدف، فكره الرقابه والضغط اللي كان بينفذه فريق بتفيست على فريق الاهلي في نص ملعب، واللي كان بيقابله من الاهلي بطء وسوء انتشار. وده اللي كان بيخلي يمكن في الشوط الاولاني بالاخص لما تبص على نص ملعب بتفيست والكره موجوده فيه تحس ان اللون الكحلي اكتر من اللون الاحمر. يعني تحس ان كل لاعب من الاهلي عليه رقابه باكتر من لاعب، وفي ناس بتضغط عليه بشكل كويس جدا وتقطع الكوره. ويمكن اللي كان بيخلي الشكل يوصل بالشكل ده ان الاهلي ما كانش بيعمل الحاجات اللي هو معتاد بيعملها، الايجابيات اللي هو يبقى رتمه سريع، اللعيبه بتتحرك من غير كوره، اللعيبه بتسلم وتستلم كوره مع بعض، بيلعب لعب جماعي. دايما بنقول الاهلي كده حتى لو عنده مشكله في صناعه الفرص بس بينقل الكوره ويمسكها بسرعه. النهارده ما كانش في الكلام ده، فكان الاهلي كل لعيب منعزل لوحده ومتراقب باكتر من لاعب معمول على ضغط. عشان كده ممكن نقدر نقول ان مدرب بتفيست نجح انه يفسد اول حاجه في المباراه، وهو انه يفسد طريقه لعب الاهلي، اللعب الجماعي، اللعب اللي فيه ماسك الكوره وفصل اللعيبه عن بعضها. وطبعا تاني حاجه عانى منها الاهلي في المباراه، ودي يمكن اللي قلناها في حلقه تحليل فريق بتفيست، ان هو فريق تقيل وبيمسك كوره. قلنا بيلعب كوره حديثه شبه فريق صن داونز كده، يمكن فرق جنوب افريقيا متطوره، بيلعب كره ارض وباص كويس، فتعب الاهلي فكره انه ما كانش بيفقد الكوره بدري. يعني بيطلع بالكوره من عند منطقه جزائه بيفقدها عند منطقه جزاء الاهلي، فبيجبر الاهلي انه لما يفقد الكوره لازم يرجع ورا يغطي عليه، كل ما ياخد الكوره يرجع ورا يغطي عليه ويرجع يكمل هجمه تاني، فبتبقى شيء متعب. هو ده اتعب الاهلي، غير لما يكون بتلعب قدام فريق او ما بيطلع من نص الملعب بيفقد الكوره بسرعه، فبتفضل دايما محافظ على ضغطك. من اكبر ومن اهم المشاكل برضو بالنسبه لي في المباراه نص الملعب حسام غالي واحمد فتحي. اعتقد من الصعب جدا ان انا اقابل فريق زي بتفيست، المفترض طبعا ان كان حسام بدري ذاكره وعارف ان فريق تقيل وبيشتغل كذا وكذا، والعب بنص ملعب في حسام غالي وفي احمد فتحي، صعب جدا. النهارده نص ملعب كان كارثي. يمكن في حلقه تحليل فريق بتفيست انا قلت وجهه نظري ان يلعب بعمرو السوليه مع حسام عاشور، على اقل تقديري بعمرو السوليه واحمد فتحي ما فيش مشكله، لكن العب بحسام غالي واحمد فتحي. النهارده نص ملعب كان مستباح. طبعا شفنا يمكن طبعا نص ملعب المشكله دي انا بتكلم عنها كذا مره قبل كده، بس النهارده بانت قوي. ليه؟ لانك بتلعب قدام فريق بيمسك كوره. يمكن قبل كده في ماتشات في الدوري بنص ملعب فيه كوارث ومشاكل، بس الفرق قدامك بتبقى متحفظه وخايفه وما عندهاش التقل انها تمسك كوره فبتبانش. النهارده مع فريق بيمسك كوره وبيروح بانت جدا. بتفيست كان بيطلع من عند منطقه جزائه بيمشي بكره لغايه ما يوصل هناك عند منطقه جزاء الاهلي، رغم ان نص ملعب احد ادواره الضغط في نص الملعب، سواء منطقه العمق او سواء ان النص الملعب ده بيغطي برضه على الناحيه اليمين والشمال، ده احد ادواره. الناس دي بتغطي في كده. النهارده ما حصلش الكلام ده، وكان في مشكله كبيره جدا جدا في نص الملعب. والاهلي بشكل عام يعني وجهه نظري ان اسلوب لعبه اذا كان فيه ايجابيات كويسه نص الملعب بيهددها. كل الكلام ده من الناحيه الدفاعيه. كمان نص الملعب عنده مشكله في الناحيه الهجوميه، في ناحيه تسليم الكوره، انه يساند الناحيه الهجوميه ازاي، ودي برضو قلتها اكتر مره لانها مستمره، لان نفس العناصر موجوده. يمكن نص الملعب هو اكتر خط الاهلي بيعاني منه، لان في نفس الناس القديمه ونفس الاسماء مفيش تغيير، فلا ناحيه دفاعيه ولا ناحيه هجوميه طبعا. وبنشوف ميس باص كتير جدا من احمد فتحي وبالاخص كمان حسام غالي. يمكن عصام عبده معلق المباراه وبعض الناس قالت ان الشوط الثاني اللي خلى الاهلي رتمه اسرع وبقى افضل التغييرات، لكن وجهه نظري ان ما كانتش التغييرات، السبب هو الهدف. لان يمكن التغييرات نزل حمودي وكان وليد سليمان مكان اجاييه ومؤمن زكريا. حمودي ووليد سليمان مش اسرع من مؤمن زكريا ولا اجاييه، بالاخص يمكن كمان حمودي اصلا مش سريع ورتمه يمكن زي عبد الله السعيد، يحب يستلم كره بهدوء ويبدا كره تحت رجله. لكن السبب هو الهدف اللي خلى بتفيست
يفك الرقابه اللي احنا شرحناها في اول حلقه، رقابه ان هو بيعمل كثافه، كل واحد لعيب من الاهلي مع اكتر من لاعب، فصل لعيبه الاهلي عن بعضها، ففصل الخط عن بعضها، ما بقاش في لعب جماعي. لما جه الهدف فكوا شويه، فتحت الدنيا، بقى في مساحات، فبدا الاهلي يشتغل في المساحات دي. نشوف حمودي بيروح، نشوف وليد سليمان، ونشوف كمان علي معلول اتحركوا في المساحات دي، فالاهلي بقى اسرع وبقى افضل لما بتفيست فك شويه. يمكن باستثناء محمد هاني، هو اكتر واحد كان عنده التزام دفاعي شويه، لان كان معاه الراجل الجناح الشمال رقم 27، كان راجل خطير جدا وفتح الملعب دايما بيرمي الكره عليه، فكان محمد هاني عنده التزام لحد ما، فيمكن علي معلول ظهر هجوميا اكتر منه. لكن الشيء بقى اللي كان غريب بالنسبه لي في الشوط الثاني هو حاجتين. اول حاجه تغيير حسام عاشور اللي نزل مكان حسام غالي، وتاني حاجه ان في النص الثاني من الشوط الثاني التحفظ اللي بقى عليه شويه الاهلي طبعا من خلال مدربه حسام بدري. اول حاجه التغيير، سواء خرج حسام غالي للاصابه او كان تغيير فني، لكن نزول حسام عاشور كان غريب جدا، لان نزل في وقت انت 1-0 والمفترض انك مش راضي عن النتيجه دي، وان بتفيست بيمسك الكوره عليك شويه، يعني انت المفترض عندك رغبه انك تهاجم. نزل حسام عاشور ومع احمد فتحي طبعا بتصعب الامور جدا ومفيش اي مسانده هجوميه. وكمل معاها كمان بقى فكره ان النص الثاني من الشوط الثاني زي ما قلنا الاهلي بدا يتحفظ شويه، يعني كان بيروح بس ما كانش محافظ على ضغط متواصل، كان بيضغط شويه واحيانا يرجع شويه يبقى متحفظ، ولما الكره تيجي ممكن يطلع شويه وهكذا، بس كان واخد باله. طبعا المفترض منطقي يعني من وجهه نظري ان الاهلي يبقى عنده بيموت نفسه عشان الهدف الثاني، وانه يعتبر ان النتيجه كانها 0-0 ان 1-0 لا تكفي، بتحط نفسك في ظروف صعبه جدا. كان لازم يبان ده في تغييرات حسام بدري، ويبان ده الكلام ده في الضغط. سيبك بقى من فكره ان الاهلي ماتش العوده هيبقى صعب، لا انت في ملعب كنت تقدر، ودي اكتر حاجه بالنسبه لي بتكون مستفزه لما يكون فريق يقدر يعمل حاجه بس يخاف، ودي مشكله كبيره جدا. الاهلي لما كان بيروح على بتفيست كان بيعمل خطوره وكان بيوصل، فلو كان اشتغل بشكل هجوم طبيعي وضغط قوي جدا، بالاخص بتفيست كان ساب مساحات شويه، اعتقد الاهلي كان ممكن يحرز الثاني. بس طبعا احراز الاهداف لازم قبل الفنيات يكون رغبه واراده. وبالتاكيد طبعا من الحاجات اللي اثرت على الاهلي هجوميا سوء حاله عبد الله السعيد. يمكن اداؤه النهارده كان وحش جدا جدا، من اقل مباراه اللي اشوفها عبد الله السعيد ومالوش اي تاثير، وتوقعت انه في الشوط الثاني هو اللي يخرج. يعني اعتقد ان تغيير احمد حمودي لما نزل، حمودي بيقدر يلعب مكان عبد الله السعيد، يعني الراجل رقم 10 اللي هو صانع العاب ده هو مكانه بالظبط، فكان الافضل انه يخرج عبد الله السعيد عشان يبقى عندك فيه 3 تحت راس الحربه، الثلاثه عندهم حيويه. لان حتى لما نزلت حمودي ووليد سليمان فضل عبد الله السعيد برده مش ظاهر وملوش اي تاثير، والمفترض ان الراجل في مكانه ده هو اللي بيحرك الفريق. كان ممكن حمودي مكانه يحرك الفريق افضل، ويبقى عندك برده جناح يمين وجناح شمال عندهم فعاليه. يمكن في الاخر كده هتكلم عن نقطتين بعيدين عن الفنيات شويه، بس حاجات صغيره بحب اخد بالي منها. اول حاجه التصوير او الاخراج النهارده ومعلق المباراه عصام عبده. اول حاجه الاخراج النهارده او التصوير، كان في حاجتين موجودين مميزتين جدا بس ما تمش استخدامهم بشكل سليم. اول حاجه الكاميرا اللي من فوق العاليه اللي هي الطايره دي، تاني حاجه الكاميرا الخاصه بتاعت قناه الاهلي. اول حاجه الكاميرا الطايره دي، يعني في اي حته بنشوف كده بيتم استخدامها لما يصور ملعب من فوق مع بدايه المباراه، اللي هو لسه اللعيبه نازله وبيقولوا التشكيل اللي هو فيه افتتاحيه، فبتجيب ملعب من فوق وشكل وكذا. لكن تم استخدامها بشكل سيء جدا، اللي هو كل ما لاعب يشوط شوطه والكره تطلع بره، ففي ثانيتين ثلاثه كده ايه فاصل لغايه ما الكره ترجع، يقوم جايب لك الصوره من فوق. في لاعب بيعدل الشراب وبيهرش في ودنه، ففي ثانيتين لاعب واقف يجيب لك الصوره من فوق. طبعا كاننا يعني محدثين واحد بنستخدم الحاجه دي، بيتم استخدامها في الافتتاحيه بس، لو يجيب لك شكل الملعب والاجواء والكلام ده كله. تاني حاجه الكاميرا الخاصه بتاعت قناه الاهلي، يمكن هي حاجه مميزه جدا بس بيتم استخدامها في ايه؟ اجيب تحركات لعيب او رد فعل اللعيب عمله معين والكاميرا الاساسيه ما جابتهوش. لكن النهارده كان برده بيتم استخدامه بشكل غريب جدا، ان هو اللاعب شغال فتجيب الكاميرا الخاصه على لعيب ما بيعملش اي حاجه. طبعا ايه الفرق بين الكاميرا الخاصه وبين الكاميرا الاساسيه؟ مفيش اي فرق. نقطه مهمه بقى، كابتن عصام عبده معلق المباراه، يعني معلق كبير ومرتبطين معاه بذكريات من ايام منتخب مصر والكلام ده كله، لكن عدد المرات اللي استخدم فيها كلمه عظيم لا شيء مبالغ فيه الصراحه، شيء يعني بيخليك انك مش قادر تتفرج على المباراه. اي لعيب يبص كوره فهو عظيم، اي لعيب يحط الكوره بدماغه فهو عظيم، شيء مبالغ فيه الصراحه. والتعليق حاجه، وان انا اقعد اجمل الفريق ويلا يا حبيبي يا روح قلبي والكلام ده كله، فكان شيء مبالغ فيه. وحتى الاهلاويه نفسهم كمان قبل اي زملكاوي او اي حد تاني خدوا بالهم من النقطه دي. وانا دايما مش بحب اي معلق يستخدم صيغه المبالغه، يعني الكوره تعليق ان انا باجي اوصف لك المباراه مع حته فنيه مع صوت نبره كويسه، لكن انا ما اقعدش اجمل في اللعيبه كلها وانفخ في اللعيبه كلها. كل الكلام ده ملوش علاقه بالتعليق ولا بالماتشات وبيستفزك، والاهلي والزمالك والله مش محتاجين الكلام ده. وخلاصه ان ماتش العوده
ماتش صعب، والاهلي هو اللي حط نفسه في الخطوره دي اللي هو يبقى مقلق لغايه ما يلعب ماتش العوده. الفريق بيمسك كوره كويسه، الفريق بيلعب كوره وهيبقى افضل اكيد على ارضه، والخوف كمان اكتر من فكر حسام بدري انه عنده فكر متحفظ. هل ممكن ينزل ماتش العوده بفكر متحفظ بشكل مبالغ فيه فالاهلي يدفع الثمن ويخسر؟ دي برضه نقطه خوف. لكن يمكن اللي يطمن الاهلي شويه ان الفريق ده بيمسك كوره كويسه وبيلعب كوره 10-10 ما عدا اخر حته في الملعب اول ما يدخل جوه ال 18. يعني النهارده كان بيمسك كوره وبيعمل حاجات 10-10 مميزه جدا، يوصل على ال 18 تلاقيه بيتحول لفريق تاني خالص، بيتعامل بعشوائيه جدا على المرمى، فدي حاجه ممكن مطمئنه الاهلي شويه. ولكن يبقى الاهلي مطالب في ماتش العوده من وجهه نظري انه يحرز اهداف، لان اعتقد بنسبه 85% الفريق ده هيدخل هدف في ماتش العوده على ملعبه، فالاهلي مطالب انه يدخل هدف قبل ما يدخل بقى في لعبه الوقت الاضافي او ضربات الجزاء اللي ما فيهاش كبير. ونيجي لسؤال الحلقه وهو سؤال صريح جدا، هل الاهلي عامل مباراه مميزه ولا لا؟ ويمكن من المرات القليله هجاوب شان على السؤال ده. انا وجهه نظري الاهلي عامل مباراه متفاوته، في بعض الاحيان كان بيضغط وكان شكله كويس وشغال بشكل متكامل جدا، وبعض الاحيان تحس انه كان مستسلم شويه، لكن في المجمل لا مش مميزه، لان الاهلي تهاجم كتير والاهلي اتمسك على كوره كتير والبيتفيست راح في فرص، يعني كان ممكن لو عنده تقدير كويس او عنده فينش كويس كان ممكن يجيب هدف يدخل المباراه في سيناريو تاني خالص. ده غير ان الاهلي مجرد انه يقعد لغايه دقيقه 90 وهو عنده قلق او توتر، والجماهير كمان حاسه ان الاهلي ممكن في لحظه لو دخل فيه هدف الدنيا كلها تضيع، معناه الاهلي او اللعيبه او حسام بدري ما عملوش اللي عليهم بنسبه 100%. لو التحليل ده عجبك اعمل لايك واعمل شير، واوعى تنسى خليها دايما في الشبكه.